السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة كوزين حليمة. نتمنى تكونوا بخير وصحة جيدة ان شاء الله يا ربي. عيدكم مبارك سعيد، نتمنى يدخل عليكم الصحة والسلامة ان شاء الله يا ربي. اليوم بغيت نشارك معكم حلوة سهلة مهلة تتوجد بسرعة. مقادير بسيطة. عندنا في المقادير 500 غرام ديال الدقيق، كاس ديال سكر حبيبات، كاس من زيت نباتي، العبار بكاس العنبة، عندي 125 غرام ديال الزبدة، عندي 2 بيضات ورشة الملح. للتزيين مربى ديال الفريز مع كاوكاو مهرمش، وعندنا خمارة وحدة. كنحتاجو بيضة كاملة واصفر بيضة. تناخدو كاع العناصر نطحنوهم في الهاشوار او نخدموهم بيدينا. تنطحنو جميع العناصر في الهاشوار اولا تنخلطوهم في الكسعة. هنا تنديرو كاس ديال سنيدة مع الزبدة 125 غرام والزيت وفاني وبيضة كاملة واصفر بيضة. كنخلطو الجميع مع رشيشة الملح وتنطحنوهم. تيولينا خليط بحال الطوماط. انا دابا غادي نخلطهم بالهاشوار. كتسهل عليكم المروه. صافي هما من بعد ما طحنتهم دابا غادي نضيف خمارة وحدة و500 غرام ديال الدقيق. غنبقى نضيف الدقيق شويه بشويه. الدقيق الخاص بالحلويات. هاد الحلوه تجي رائعه في المذاق، سهله في التحضير بلا مرش. يمكن لك توجيها في اخر لحظه. دابا غادي نضيف الدقيق. انا 500 غرام بقات ليا منها 2 معالق تقريبا كبار، 2 معالق. المهم كل واحد حسب الدقيق اللي عنده. غنبقى ندخل شويه بشويه الدقيق. غنضيف دابا خمارة الحلوى، ساشي وحده من وزن 8 غرام. كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم هذا الفيديو، وما تنسونيش من لايك والبارطاج. فضلا منكم وليس امرا. جزاكم الله كل خير. غنبقى نضيف الدقيق حتى تجمع لي العجينه ديالي. العجينه تتكون رطبه. انا 500 غرام ما درتهاش كامله، بقاو لي تقريبا 2 معالق كبار اللي شاطوا ليا. يقدروا حتى نتوما يشيطوا لكم، يقدروا لا، حسب الدقيق النوعيه ديالو. صافي من بعد ما تجمعت ليا العجينه غادي نشكلها كويرات. نتوما كتشوفوا العجينه رطبه. هاد الحلوه صدقوني كتجي رائعه رائعه، هشيشه كتذوب في الفم. صافي غادي ناخذ داك الكاكاو مهرمش مع ابيض ديال البيض. غادي نبقى ندير كوغيرات ديال العجين ونفندها في ابيض البيض. نغمسها في ابيض البيض ومن بعد نفندها في كاوكاو مهرمش اللي محمر من قبل. نتوما كتشوفوا الا واضح قدامكم. ونصفو في الطاوه. نبقى مستمره هكا حتى نسالي العجين اللي عندي. من بعد ما نحطها غادي ندير في العجينه واحد الثقب صغير
في غادي نعمرها بالمربى ديال الفريز من بعد ما طيب. حلوه سهله بلا عذاب وكتجي رائعه. نغمسو في ابيض ديال البيض ونفندوها في الكاوكاو اللي مهرمش ونوضعوها في الطاوه ديالنا. إلا عجبكم الفيديو ما تنسونيش من لايك والبارطاج فضلا منكم وليس امرا. تنشكر جميع المشاهدين والمتتبعين الكرام، الله يحفظكم ليا. ما تنسونيش من اللايكات. وعيدكم مبارك سعيد، يدخل عليكم بالصحة والسلامة ان شاء الله. نتوما الطريقة اللي كندير تنبرك عليها بالاصبع الصغير. نبقى مستمرة هكا حتى نسالي العجينة اللي عندي. صافي دابا غادي ندخلها الفرن حتى طيب، من بعد نخرجها باش نزينها بالمربى. ها هو الشكل ديالها النهائي من بعد ما خرجتها من الفرن. غادي نزينها بالمربى ديال الفريز، هو اللي كيعطي منظر زوين. ولا بغيتو ديروا المربى المشمش حتى هو تيكون زوين. نبقى مستمرة هكا تنسالي الحلوة ديالي. هذا هو الشكل النهائي ديالها. نتمنى نال الاعجاب ديالكم وعيدكم مبارك سعيد والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.